النتيجة ما زالت تعادل بيضاء 0-0. وخطأ موجود لمصلحة نادي الزمالك، وهنا ممكن اعتداء، هنا ممكن اعتداء، وفما ورقة، فما ورقة حمراء، فما ورقة حمراء لعلي جبر، ورقة حمراء لعلي جبر بالكوع. بكري قسمة أحسن حكم في افريقيا في هذه المواسم والسنوات، الحكم اللي أدار نهائي الكان بين غانا والكوت ديفوار، يطمن كل جمهور النجم الساحلي ويقول ليتوال ان شاء الله اليوم باش تمشي حتى بالربح في استاد القاهرة. 8 سنين بعد تجاوز الاهلي ممكن جاء الدور على الزمالك. ماذا يفعل علي جبر؟ ماذا يفعل علي جبر؟ الزمالك مضغوط. هذه نتيجة كتابات الأربعة في حجرات الملابس يا جيزوالدو يا فيريرا. استعمال كوع، هاي قدامك، هاي الضربة، هاي الوحدة، باهي شوية زود فيها بغداد بنجاح، وهذه الكرة أمامك، لكن الكوع موجود، كوع موجود، نية الضرب موجود، يعني ما تحكيش ضربه في أنفه ولا ضربه في خشمه ولا ضربه في فمه. اضرب علي جبر، كانت زايدة منه بالفعل، ممكن كان ورقة صفراء. الحكم بكري قسمة يعطي ورقة حمراء لعلي جبر، مخالفة للنجم الساحلي، ومبروك علينا البداية هذه. وما زال كرة تمشي لفريق النجم الرياضي الساحلي. من كان يرى الزمالك يقدر، أنا نقول له ما يقدرش، ومن كان يراهن على رباعية في مرمى النجمة فهو موهوم، ومن يرى المباراة الآن مصدوم، ومن تابع الحمراء أكيد هو مغروم. شوف الضربة موجودة، الضربة موجودة. علي جبر يتحمل مسؤوليته، والكرة تبقى بحيازة النادي الأبيض، نادي الزمالك. نادي الزمالك ثاني الأندية الإفريقية على مستوى التتويجات ب9 ألقاب في الكؤوس الإفريقية، وراء النادي الأهلي اللي غرد خارج السرب 19 بطولة قارية، والثالث النجم عنده تأثر على المباراة. شفنا الإقصاء في أول 5 دقائق، هنا خطأ من الدفاع مش ممكن، كرة عرضية خطيرة والتسديد والهدف الأول. 1-0 محمود كهربا، 1-0 محمود كهربا. قل التركيز في هذه اللقطة، وكهربا يسجل الهدف الأول. خطأ فادح في دفاع النجم الساحلي، ويهدي حماسة لجمهور الزمالك لمحمود كهربا اللي ينور في دقيقة 11، صاحب القميص رقم 11 يسجل الهدف الاول. شوف الكرة، خطأ كبير في الدفاع. ايمن حفني قلت باش يكون مستقبل كبير، هنا خطأ من عليا، تمشي الكرة العرضية، يلعب كرة في الدفاع. 1-0 على طريقة كهربا، هدف اول في دقيقة 12. يلزم ما نهتزش، قلت انه نجم الساحلي مازال ما دخلش في الماتش، مازال مربوطين شوية، وهدف ملعوب. كرة لكهربا، باسم مرسي ما يعديش، اضرب الكرة، ايش تعمل؟ وكرة وفيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء. يقول الحكم الجنبي بكري قسمة. هذه الكرة الأخيرة عمار جمل فما لمسة، يقول الحكم الجنبي. هذه الكرة الصورة أمامك، لحد الآن ما فما شيء، وهنا الكرة مع عمار وفما بينالتي وفما انذار، فما ضربة جزاء ضد عمار الجمل، وإذا أعطاه ورقة صفراء يولي يغيب على الماتش الجاي في حالة التأهل إن شاء الله. مش ممكن توا باش تصعب اللعبة برشا. توا التغييرات يا فوزي، توا التغييرات يا فوزي. كهربا وبلبولي، محمود عبد المنعم الشهير بكهربا يحب يقرب الزمالك من النتيجة التاريخية. يمشي كهربا ويحط الهدف الثاني لنادي الزمالك. 10 دقائق لعب الشوط الثاني. ليتوال لحد الآن أسوأ مباراة إفريقية ليه هذا الموسم. 2-0 للزمالك عن طريق كهربا، 2-0 للزمالك عن طريق محمود كهربا، صاحب الثنائية في المباراة حتى له في الوسط. نعرفوه بلبولي ماهوش قوي برشا في ركلات وضربات الجزاء، صار يعني لعبها سامبل برشا كهربا. و2-0
صراحة ما يجيش لأنه نادي الزمالك يلعب 10 راهو. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، هدف مبكر سيناريو الشوط الأول. كنا نبهنا أنه أول ربع ساعة يلزم نعديوها. فما تغيير أو حازم إمام معاه تاج، حازم إمام وتاج وغازي عبد الرزاق، وفما خطأ. فما خطأ على مروان تاج. فنيا كونتران قوي برشا الزمالك، عنده برشا ملاعبية. قلت الزمالك يتفوق فنيا. نجم الساحلي في مكان ماتش الذهاب كان أفضل جماعيا وتكتيكيا. شوف الكرة الأخيرة، هل هناك خطأ أم لا؟ كرة على حدود منطقة الجزاء، مصطفى فتحي. كرة لمصطفى فتحي. كرة عن طريق مصطفى فتحي خطيرة. الهدف الثالث، الهدف الثالث، خطأ فادح بين عبد الرزاق والبلبولي والنتيجة 3-0. الآن الزمالك في وضعية أقوى للتأهل صراحة. مش ممكن. مباراة تاريخية ذهابا وتاريخيا عودة، ولا واحد كان يصدق. 3-0 للزمالك في 70 دقيقة، يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة الخامسة. نجم الساحلي ما جاش للقاهرة. 3-0 لنادي الزمالك. فرحة هستيرية لعشاق الزمالك. ضربة مرمى هذه الكرة. شوفوا الكرة الأخيرة، غازي عبد الرزاق وهدف أون جول ضد مرماه. مصطفى فتحي قلت لك عنده يسار خطيرة. شوف الكرة وهدف ثالث في هذا الموسم للنجم النادي الساحلي. شوف الكرة هذه بتاع مصطفى فتحي والهدف. غريبة ديفياسيون من عبد الرزاق، والنتيجة 3-0 للفريق المصري.